العلاج الطبيعي شيء مش مهم خالص في حياتنا. خلينا صادقين كده مع أنفسنا ونواجه الناس بالحقيقة. العلاج الطبيعي ملوش أي دور، مجرد استنزاف لوقتك ولفلوسك على الفاضي. في الآخر هو مجرد شوية أجهزة وشوية تمارين، ممكن تشتري الجهاز وتخليه في البيت، وشوية التمارين كلها موجودة على النت، فالموضوع سهل وبسيط. للأسف هي دي حقيقة العلاج الطبيعي في مصر. الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ الكلام ده بجد ولا هزار؟ ده اللي هنعرفه بعد الانترو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ايه الأخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور أحمد بدر، أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية. ممكن أدور على مهنة تانية غير موضوع العلاج الطبيعي، لأن العلاج الطبيعي في مصر ملوش أي لازمة، هو مجرد جهاز سنس وفرادك ولمبة حمراء وشوية موجات صوتية مع تاني وفرد، والموضوع بينتهي على كده. فليه نتعب نفسنا في جلسات ومشاوير وفلوس ووقت وقصص كتير ملهاش داعي؟ ده معتقد معظم الناس عن العلاج الطبيعي، وده اعتقاد مش صحيح. العلاج الطبيعي مش مجرد جهازين على تاني وفرد. العلاج الطبيعي قايم على أسس علمية بشكل معين. للأسف في ناس كتيرة جدا تفتقر للمعلومات دي أو للبنية التحتية أو للأساس بتاع العلاج الطبيعي، فبيتحول منظورهم عن العلاج الطبيعي بشكل غلط. يا عم بطل كلام مجعلص والنبي كده واهدى، وتقعد تقول لي منظور ومش منظور. واحدة واحدة. انت النهارده كده كعلاج طبيعي ايه اللي يخليني انا كعيان اجيلك؟ حلو الكلام، نمسك بقى في الحتة دي واحدة واحدة. اولا لازم تبقى فاهم ان العلاج الطبيعي بيتعامل مع كتير جدا من المشاكل الصحيه. يعني مثلا بيتعامل مع مشاكل عظام، بيتعامل مع مشاكل اعصاب، بيتعامل مع مشاكل العمود الفقري، بيتعامل مع مشاكل ليها دعوه بالنساء وليها دعوه بالاطفال وليها دعوه حاجات كتيره جدا. فخلينا ناخد الحاجات الاساسيه الاول وبعد كده نتكلم عن الفرعيات براحتنا. جانب العظام مثلا، اي واحد من الشباب اللي بيتفرج عليا دلوقتي عمل عمليه رباط صليبي عارف كويس جدا اهميه العلاج الطبيعي، والشباب بالذات اصلا هم فاهمين القصه دي كويس جدا بسبب متابعتهم بقى ايه للدوري الانجليزي والدوري الاسباني ودوري ابطال اوروبا ولاعيبه الانديه الكبيره، انه بعد عمليه الرباط الصليبي بيخضع لجلسات علاج طبيعي وتاهيل عشان يرجع يروح الملعب تاني. الله، يعني العلاج الطبيعي ليه لازمه؟ يا عم ليه لازمه. ازاي؟ بعد ما عملنا عمليه او بعد ما دكاتره العظام عملوا عمليه الرباط الصليبي او اي عمليه عموما ليها دعوه بالاوتار اللي كان حصل فيها قطع، بيبتدي المفصل ده محتاج انه يتعامل على انه مفصل حديث الولاده، لسه مولود وبنعلمه المشي واحده واحده زي الطفل اللي لسه بيتعلم المشي. لو ضغطنا عليه بشكل زياده عن اللازم بنأذيه، ولو اتعاملنا معاه ببطء شديد وبحرص مبالغ فيه، حرص اللي هو يعني خلينا نحافظ على الرجل دي مفروده بشكل مستقيم او الكلام ده كله، او نبعد عن الالم، ما بنقدرش نوصل الركبه لان هي ترجع او المفصل بقى عموما انه يرجع يعيد النشاط بتاعه كما كان بالظبط. الركبه ليها درجه تاني وليها درجه فرد معينه، كل درجه منهم بنوصل لها بعد العمليه بعد مده زمنيه معينه. لو حاولت توصل بدري عن كده ممكن تاذي العمليه، لو حاولت تكون بطيء شويه ممكن تاذي، بيحصل حاجه بقى زي تيبس او بيحصل فقد لبعض الخصائص بتاعه المفصل. فبالتالي العلاج الطبيعي محسوب بشكل معين. طيب ده بس اللي ليه دعوه بالعظام؟ لا طبعا، ده كل العمليات اللي ليها دعوه بالعظام، حتى الكسور. لو واحد اتكسر كسر خفيف واتجبس وفك الجبس دراعه عشان يفرده ويتنيه، يقدر يعملها من غير علاج طبيعي، بس هيبقى بشكل غلط، ممكن في بعض الحالات بيؤدي الى تشوه في المفصل. بالظبط، هي الفكره كلها الفرق بين العلاج الطبيعي وانك تعمله بنفسك، انك في الحالتين عندك احتماليه الوصول للشكل الممتاز، لكن في انك ما تعملش علاج طبيعي بقى عندك ريسك انك توصل لتشوه في المفصل. لكن مع العلاج الطبيعي الريسك ده شبه مش موجود. وده مش تفخيم في نفسي او في العلاج الطبيعي قد ما هو لو اتعمل برضه صح، يعني الكلام كله على انه يتعمل بالشكل المظبوط. لكن للاسف كتير من المراكز يعني بتستسهل الامر بشويه الكمادات والانفراريد والالتراسونيك والتنس، وبيهملوا جانب التمارين العلاجيه، لان العلاج الطبيعي مش تمارين رياضيه، مش تمارين تاني وفرد، هي تمارين علاجيه. يعني احنا لما بنيجي نتني بطريقه معينه لهدف معين، مش مجرد تاني وفرد، لان الموضوع مش حته حديده معوجه وبنفردها. فهي دي بس المشكله. نبعد شويه عن العظام ونخش في المخ واعصاب. اي شخص بتجيله جلطه، بعد الشر عنكم وعن كل حبايبكم يا رب وعن كل اللي بيسمعونا، لو واحد جات له جلطه، هو بمجرد ما بيروح للمستشفى بيتعملوا الاسعافات الاوليه، بنقدر نتخلص من الجلطه ويمكن من كل المشاكل بتاعتها
لكن الجلطه دي في اللحظه اللي حصلت فيها عملت لي شلل في جانب من جوانب الجسم، وليكن ايد ورجل يمين او ايد ورجل شمال. فالجلطه خلاص اختفت واتعالجت، لكن الاثر بتاعها ما اتعالجش، فبيبقى محتاج علاج طبيعي. طب العلاج الطبيعي ايه؟ العلاج الطبيعي دوره انه يرجع كل عضله وكل مفصل لدورها الطبيعي قبل الجلطه ما تحصل اصلا. ده هيعمله ازاي الانسان في بيته؟ هيعمله ازاي بمجرد جهاز التنس والالتراسونيك مع تاني وفرد؟ ده مش هيحصل. ده خصوصا كمان انك العلاج الطبيعي في حاجه اسمها هوم بروجرام، دكتور العلاج الطبيعي هو اللي بيقول لك عليها انك تعملها في البيت، لانك في بعض الحاجات لو عملتها في بيتك بشكل خاطئ ترجع الدنيا لورا اكتر، هتأذي بشكل اكبر. في عيان بيبقى عنده حاجه اسمها DVT، رجله سمانه كده ورمه شويه وكف رجله وارم شويه، فتعالى ندلكها له وهتخفف الدنيا وخلاص. لا طبعا الDVT ده لو عند بني ادم ودلكنا رجله احنا ممكن نجيب له جلطه تؤدي الى موته. فلازم نبقى فاهمين ايه المشكله وازاي نتعامل معاها، مش مجرد تاني وفرد. الاطفال اللي بتتولد عندها تاخر حركي او بتتولد عندها ضمور في المخ، الاطفال دي ما بتقدرش تكتسب اي مهاره من المهارات الحياتيه اللي بيكتسبها الطفل العادي من غير علاج طبيعي. الاطفال اللي بتتولد عندها ملخ ولاده بتحتاج علاج دوائي وممكن تحتاج عمليات جراحيه، لكن في الاخر الوظيفه المهاره اللي بتكتسبها الايد ما بتكتسبهاش من غير علاج طبيعي. فالعلاج الطبيعي مش تنس والتراسونيك وانفراريد، العلاج الطبيعي مش تاني وفرد، العلاج الطبيعي علم كبير جدا. في ناس كتيره للاسف كانت بتستسهل اتجاه الاجهزه وخلاص على كده ويهتموا بيه، والاجهزه هي مهمه، انا مش بنكر دورها ولا اهميتها، بس مش ده العلاج الطبيعي لوحده. العلاج الطبيعي اجهزه مدروسه لكل حاله، برضو مش بكتر الاجهزه. بيجي لي عيان يقول لي انا في المركز اللي قبل كده كنت بعمل جهاز الالتراسونيك والتنس والفرديك والانفراريد مع حضرتك لو محتاجهم هنعملهم، هم الاجهزه موجوده، انما انت مش محتاج كل ده، انت محتاج الجهاز الفلاني وبعد كده محتاج التمارين العلاجيه الفلانيه وبعد كده محتاج الهوم بروجرام. لو احنا عملنا الثلاث حاجات دول مظبوطين كل حاجه هتبقى زي الفل. فالعلاج الطبيعي ليه لازمه وليه دور كبير جدا في حياتنا، بس لازم نختار المكان الصح اللي نتعامل فيه ونشتغل فيه، ما نستسهلش وما نسترخصش، لان دي حياتنا وصحتنا. ويا رب زمايلي في العلاج الطبيعي ما يفهموش قصدي غلط او ان انا بهاجم حد او كده، يعني بس الفكره كلها ان الموضوع بقى زايد عن حده. انا كده تميت 10 سنين بفضل الله فاتح مركز علاج طبيعي، فمرت عليا حاجات كتيره جدا حبيت اني اتكلم معاكم فيها. كان من اهمها طبعا العيان اللي بيبقى جاي عايز اجهزه كتيره جدا وفي نفس الوقت هو شايف ان العلاج الطبيعي ممكن يستغنى عنه، لكن دي مش حقيقه. كنت معاكم دكتور احمد بدر، يا رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم بخير، سلام.